السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات واللي بيوفر وقت ومجهود عليك، مش محتاج تتعب نفسك، كفاية تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شرح لأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك للموبايل. تطبيق النهاردة يا جماعة هو فيركادو. التطبيق ده يا جماعة عمليات التنزيل بتاعته هي 5000 عملية تنزيل، سعة التخزين بتاعته 25 ميجا بايت. فكرة التطبيق ده يا جماعة هو التسويق المستعمل، زي مثلا دوبازل كده. التطبيق ده يا جماعة فكرته ان هو بتنزل منتجاتك المستخدمة، بدل من انك انت تقعد تدور في اسواق تانية او متاجر تانية تقليدية. هنا في البرنامج ده بيقولك ان انت يمكن الحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات المستعملة من علامات بقى تجارية معروفة بأسعار مخفضة طبعا عبر التطبيق ده. الميزة في البرنامج ده يا جماعة ان تتنوع المنتجات فيه، في تنوع كبير في المنتجات، في مجموعة واسعة من المنتجات المستعملة، بتبتدي طبعا من اللبس لحد بقى معاك الإلكترونيات. كل حاجة ممكن تبقى انت محتاجها هتلاقيها. الأسعار بتاعته مخفضة، هتلاقي الأسعار فيه أقل بكتير جدا من أسعار المنتجات الجديدة. وطبعا في سهولة في الاستخدام، بيوفر التطبيق وجهة مستخدم بسيطة وسهلة التنقل طبعا، وده بيسهلك عملية البحث والشراء. عمليات تجارية معروفة، تقدر ان انت تلاقي منتجات مستعملة من علامات تجارية معروفة بأسعار مخفضة جدا. عيب بقى التطبيق ده يا جماعة ان جودة المنتج ممكن تكون مختلفة في المنتجات المستعملة دي، ومش شرط انها تكون كلها في حالة كويسة، او تكون الحاجة اللي نازلة دي تكون حاجة اللي هي كويسة جدا، يعني اللي هي كل الناس بتقول انها حلوة يعني. لا، اكيد هتلاقي حاجة كمان مش حلوة. طبعا ان في كمان العيب اللي موجود عدم القدرة على معاينة المنتج شخصيا. انت ملكش ان انت تعاين المنتج شخصيا، ودي حاجة مش مستحبة. ما تقدرش ان انت تروح تعاين المنتج قبل الشراء، هو انت بتشتريه وخلاص كده زي ما تيجي. الاحتيال بقى ان هو ممكن يبقى فيه ناس، بيقولك ان هو ممكن يبقى فيه ناس ممكن يعني تستغل الموقف وتبيع، او انت تشتري من بيع مش موثوق فيه لان انت ما بتعينش الحاجة. رسوم اضافية، بيحطولك رسوم شحن او رسوم تانية زي عمليات الشراء. آه، مفيش ناس يا جماعة حطت آراء ليه، محدش حط ان هو استخدمه، ومحدش قال ان هو التطبيق ده استخدمه في حاجة او التطبيق ده افادهم في حاجة. فلو حد استخدم التطبيق ده ياريت يقول لنا. التطبيق ده نقدر ننزله من على جوجل بلاي او من على الاب ستور، تقدر ان انت تنزله من عليه. عايزة اقول لكم يا جماعة ان احنا القناة بتاعتنا هي المكان ده الوحيد للكلام عن التطبيقات بدون تحييز ليها لأي تطبيق بقى. وكل واحد في قناتنا هيقول تجربته الحقيقية في التعليقات. هندور على التعليقات بتاعتكم وهنثبت التعليق علشان الكل يستفيد من تجربته، سواء كانت تجربة إيجابية أو تجربة سلبية. هستنى تعليقاتكم لأن تعليقكم هيفيد غيركم كتير وهيفيدنا احنا كمان. لو أي حد فيكم محتاج أي حاجة أو يسأل عن أي حاجة يبعتلي في الكومنت، هقدر أرد عليه إن شاء الله. استنوني برنامج جديد في تطبيق جديد. مع السلامة.